تفضل. أول حاجة أشكر الأخ فتح على هذه الاستضافة البسيطة لتوجيه نداء لكل أبناء تنبول في داخل الوطن وخارج الوطن المغتربين خصوصا، وبقول لهم إنه تنبول في أمس الحاجة لكم، مستشفى تنبول في أمس الحاجة لجهود كل الأبناء، فلنتحد كلنا يا جماعة عشان نعمر مستشفانا. مستشفانا يعاني والمواطن يعاني والوطن كله يعاني، وأوجه هذا النداء لأخواننا كله بدعم هذه المستشفى. الوضع مزري جدا في المستشفى، الناس تعاني، لا توجد كفاءات، لا توجد إمكانات، لا توجد حتى البنية التحتية في المستشفى ضعيفة جدا. فأنا أتوجه بهذا النداء لكل أهلنا خصوصا أبنائنا في المهجر، وبقول لهم يا جماعة لابد من إغاثة عاجلة لمستشفى تنبول، يعني بكل أسف حتى لا توجد يعني مراتب للمرضى في المستشفى. بعض المرضى بعدين بكل أسف تحت ظل الأشجار. ده شيء يعني شيء مؤسف جدا جدا، ونحن بنتمنى إن الاستجابة تكون سريعة، وما بنقول للناس يعني أبذلوا جهد فوق طاقتكم. يعني أي إنسان لو ساهم بأي مبلغ صدقوني حيزيل مأساة، يعني في مآسي تحصل في المستشفى نتيجة لعدم توفر الإمكانات الطبية لإنقاذ حياة مريض. زي ما قلت نتمنى أن تكون الاستجابة سريعة بالموجود والمتاح، لأنه أي شيء أو أي عمل إحنا بندخله في المستشفى بتظهر آثاره بس على جبين طفل مريض، على جبين أم بتعاني، على جبين شيخ يعاني، على جبين شاب يعاني. ندعي لكم يا جماعة فلنتوحد جميعا من أجل تنبول ومن أجل إزالة آثار الخراب والدمار اللي لحق بمستشفى تنبول بعد أن كانت مضربا للأمثال. وشكرا لكم وشكرا لكل من عمل على إحداث التغيير في المستشفى وعلى إحداث نغلة في المستشفى تتطلب أن يكون أبناء تنبول هم العمود الأساسي والفقري في المستشفى، لتوفر المستشفى فرص العمل لأطباء تنبول، لطبيبات تنبول، يعني لابد أن تكون المستشفى يا جماعة من أول لآخر من أبناء تنبول. ولا أنا لا أقصد بأبناء تنبول أبناء مدينة تنبول، إنما أقصد بأبناء تنبول. أبناء تنبول هم أبناء 128 قرية تضمها مدينة تنبول. لكم الشكر الجزيل، ونتمنى أن نرى استجابتكم سريعة وفورية، لأن الوضع لا يحتمل التأخير. جزاكم الله خير.